رجعنا لكم تاني ومعانا الاستاذ فراس حجاج رسام الكاريكاتير الشهير. اهلا بيك يا استاذ فراس، منورنا في الاستوديو. الحقيقه انت اخترت لنا كام رسمه كده حلوه على ذوقك وهتكلمنا عنهم، وطبعا زي ما وعدنا الناس يعني انت بتعمل لنا رسمه كده ان شاء الله على الهواء ان شاء الله. طبعا لضيق الوقت هناخد رسمتين. انت اخترت لنا الاولى، ممكن نعرض الاولى يا جماعه بعد اذنكم. دي فيها مين يعني؟ محمود عباس رئيس. ايوه بصراحه يعني اتمنى ان الرساله دي توصله بوضوح. ايه انت معلق على صدره لوحه الامن، اسمها ايه؟ التنسيق الامني، وبزازه اسمها اوسلو بالظبط، وملبسه يعني اصل بيت زرقاء واحمر يعني مضيعه. اتفاقيه اوسلو معروفه مين اللي اتعملها واتعملت امتى وازاي والكلام ده كله مع ياسر عرفات، ولكن كل البنود اللي بالنسبه لاوسلو مع الهيوني ما فيش ولا حاجه منها اتنفذت خالص غير الاتفاقيه اللي تمثل في التنسيق الامني. في اللي احنا موجودين فيها، والاعتداء على المسجد الاقصى المبارك، والبزازه دي اللي هي بقه دي بتاعت اوسلو بقى كل ما شويه يعني نتكلم عنها اوسلو بالظبط على اوسلو، عايزين نحافظ على اوسلو. هو المقصود مش نحافظ على اساسا الفلسطينيه بالمناسبه، هي ضيعت الفلسطينيه. انا هي البزازه اوسلو والدليل عليها اللي هو فيها، وحتى وان كانت قرارات خاطئه او معاهده خاطئه حساب الفلسطينيين والعرب والمسلمين جميعا، اللي هو التنسيق الامني. فبالتالي اللي هينهي بيها العرب اوسلو خلاص. طيب تمام، انتقل للصوره اللي بعدها. طبعا اللي بتاعت اوسلو ديت انت اللي راسمها يا استاذ فراس صح؟ جريده العرب منشوره في جريده العرب ان شاء الله. طيب الرسمه اللي بعد كده راسمها فنان اسمه ياسر احمد، منشوره فين؟ ديك منشوره على الموقع بتاعه كويس. دي احكي لنا بقى هنا وعلى دراعه الطياره اللي عامله هو باختصار الاستاذ ياسر احمد من اهم الرسامين صراحه، ومنشاه باجازه الكاريكاتير العربي سنه 2013. الرسمه هنا مدلول خطير جدا، وهي بدايه حروب صليبيه جديده بقياده متمثله في الدب الروسي. دليل على كده روسيا بقى مش الاتحاد السوفيتي خلاص. بوتين كويس. متمثله في انه اللي هو الاب الارثوذكس الكنيسه الكاثوليكيه موجوده في روسيا. بيبارك الحرب الدينيه، بيبارك الدب بوتين من خلال الطيران، من خلال الارض السوريه، ولكن هو بالنسبه لهم كجيش روسي بيضفي عليه صبغه دينيه كنوع من الدعم. يعني انت شايف هنا او انت بتقول هنا ان دي مش حرب سياسيه؟ لا 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 لا, لا, لا. وارهاب. هو معروف بالنسبه عموما او لاي شخص يريد ان يقود مجموعه بطوائفهم باختلاف دياناتهم، رفع رايه الدين فشيء ده مهم بالنسبه لهم. طيب عشان ننتقل لموضوع الرسمه بتاعت حضرتك، للاسف الوقت يعني انت عامل له دي اللي هو السهم العمود بتاع الشيطان ده، ايه الدلاله سريعا؟ بالظبط، الدلاله هنا الشيطان الروسي المتمثل في الاب بتاعهم ده اللي هو من الكنيسه الروسيه. يبارك الحرب والدماء الروسيه، الدماء السوريه التي سوف تراق الدب. تمام. طيب انتقل دلوقتي للرسمه اللي حضرتك هترسمها لنا. انت هتعمل لنا رسمه عن ايه كده سريعا وانت هي باختصار بمناسبه خلاص بقى يعني انا عايز اقول والله باختصار يعني بالنسبه لموضوع حرب اكتوبر. مصر ده رايي الشخصي وانا اتحمل نتيجته سريعا. مصر انتصرت في حرب العبور، في معركه العبور، تمام، عبور قناه السويس، ولكن انهزمت في حرب 73. ده باختصار. طيب هنبتدي نرسم. انا مش عارف انت هتطلع السيسي شكله ايه، فحاول بقى. انت قلت لي انك هتطلعه بيتكلم، ورينا كده. احنا حتى بالمناسبه يعني عرضنا كررنا نفس الفاصل اللي هو الكاريكاتير. نعم. هو واقف بيخطب بيتكلم يعني وبيخطب في الناس، على اعتبار انت وعدتنا هتطلع لنا الرسمه كده ان شاء الله. فابدا كده ونشوف، وان شاء الله تبقى رسمه كده.
خلصت؟ خلاص. طيب تقدر تقول لنا بقى سريعا كده ايه هي باختصار كده رسمه توضح انتصار حرب اكتوبر المزيف. لابس بامبرز ده ولا ايه؟ ده عشان انت لسه زي في موضوع التسريبات؟ لا لسه كتيره اكيد. بس دي انت ده ايه ده اللي قدامه ده؟ قاعد تتحمل؟ لا دي قدامه المنصه كان بيتكلم عليها. في الحزقه. بطنه منفوخه. بطنه منفوخه والحزقه والبامبرز والحاجات دي. باختصار كده الرسمه بتتكلم ان كل افعال وكل خطابات لا شيء بيفهم منها واخرتها البلاعه. ده بمناسبه خطاب الانتصار. حاجه اتكلمنا عن اسرائيل ولا عرفنا مين بيحارب مين ولا مين بس كسب ولا اي حاجه. كله رايح على البلاعه. كله رايح. ربنا يستر. شكرا يا استاذ فراس. بشكر الرسام الجميل استاذ فراس حجاج على مشاركته معانا. نورتنا وان شاء الله يعني تنورنا في حلقات ثانيه ان شاء الله. وبشكر حضراتكم وان شاء الله نلتقي قريبا. عندنا كمان بكره حلقه في كلام جرايد ويا رب نكون قدمنا لكم حاجه مفيده. شكرا جزيلا وان شاء الله نلتقي بكره على خير. السلام عليكم.